السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم حلويات ملوكه. اليوم حندير لكم وصفه خبز الباي. بما انه انا في رمضان نحبوا بزاف هذو التحليات اللي يكونوا كيما القلب اللوز الى غير ذلك. الحاجه الاولى اللي نبدا ندير معكم الشربات. الشربات هي الحاجه الاولى اللي ديريها باش نسحقوها ومن بعد بارده. نسحق هنايا 500 غرام تاع السكر ولا رطل تاع السكر، وعندي ريتله تاع الماء، وعندي زوج براج تاع القارص. هاي اللي كنحط انا السكر تاعي في الكسرونه تاعي، نحط معاه زوج براج تاع القارص ونحط ريتله تاع الماء هكذا، ونحطها فوق النار جست ما تغلي. نبدا نحسب 10 دقائق ونطفي لها ونخليها تبرد في غردها. ولهاد خبز الباي واش نسحق المقادير. عندي هنا كيلة تاع البيض، انا درت حوالي 7 حبات، بصح البيض تاعي هنا وصغير. هي نورمالمون في الوصفه 5 حبات تاع البيض يكونوا متوسطين الحجم. هنا عندي نص كيلة تاع السكر، عندي كيلة ناقصه 2 دوا تاع الزيت، عندي كيلة تاع المكسرات، انا درت هنايا كاوكاو قليتو ورحيتو. هنا عندي كيلة تاع لا شابلور، عندي زوج خميره كيميائيه، وعندي لافاني، وعندي قرصه ملح. حنبدا معكم الخدمه مباشره. نحط هادو بجيه. هنايا نكون دهنت البلا تاعي، هانيك دهنتو بالزبده ودرت له الشافه تاع فارينه. حنبدا بسم الله. نحط الريسيبيون تاعي، ندير الكيله تاع البيض تاعي، قلنا حوالي 5 حبات تاع البيض. نجيب فوي، نحط لها هذاك السكر، قلنا نص كيلة تاع السكر. نخلط هاد المقادير تاوعي هكا. نزيد لها هذيك كيلة ناقصه 2 دوا تاع الزيت، ونخلط كلش. ندير قرصه تاعي تاع الملح، هاي ليك، وندير مغرف صغيره تاع لافاني، هاي ليك مغرف صغيره تاع لافاني. نخلط كلش، ومن بعد ندير لا شابلور تاعي اللي قلنا كيلة، هاي ليك، وندير كيلة تاع المكسرات تاعي الكاوكاو هذا، وندير زوج خميره تاعي تاع الحلوى، هكا، ونميلونجي كلش. هاد الخليط يجي شويه حاكم روحو كيما راكم تشوفوا، ما يجيش كيما المسكوتشو، وحيجي بزاف بنين. فهاديك لا شابلور تاعي نقدر نعوضها بالبسكوت يكون محمص. هاوليك شوفوا الخليط تاعي كيفاش جا، ما يجيش جاري، يجي شويه حاكم روحو. هاوليك كيما راكم تشوفوا معايا. مباشره نجيب البلاط تاعي، اللي قلت لكم كنت دهنتو من قبل بالزبده ورشه تاع الفرينه. هاي ليك، ونحط الخليط تاعي مباشره بعد ما نكون خلطته مليح، نحطه في البلا تاعي. هاي ليك، انا الفور تاعي يعني حطيته يسخن مقبل على 180 درجه. ندخل خبز الباي تاعي يطيب على 180 درجه مده 25 دقيقه، وكيما يطيب نعاودو نتلاقاو. السلام عليكم. هاوليك خبز الباي تاعي طاب بعد ما جازت 25 دقيقه وهو يطيب. هاوليك طلع معايا. وهاي لك الشربات تاعي بارده، خليتها تبرد مليح كيما قلت لكم، وحنفرخها فوق خبز الباي تاعي مباشره. هاي ليك، ونخليه يشرب مليح. ريحته بزاف هايله ما نقول لكمش. وسيو تجربوه وتبعوا الطريقه تاعي خطوه بخطوه وحينجح لكم باذن الله. هاوليك انني شربته، نخليه يشرب مليح. سيو توجدوا هاد خبز الباي لافي ومن بعد ديروه الطيب باش يوجد لكم للسهره.
نعرفوا باللي هذا ينتكل في السهره تاع رمضان. هاوليك قلت لكم هاي الشربات جات سواسوا. انا نخلي خبز البيت تاعي يشرب مليح ونعاودوا نتلاقاو باش نكملوا التزيين تاعو. السلام عليكم. هاوليك خبز البيت تاعي انا خليته يشرب شويه. نتوما خلوه يشرب، قلنا الا درناه لافي نخلوه حتى للسهره يكون شرب مليح، وإلا درتيه العشيه تخليه حتى الغد من داك باش تقدري تستهلكيه. انا هنا قسمت حبه باش يذوقوها، حنزيد نقسم معاكم حبه باش تشوفوا كيفاش جا معايا. هاوليك انا راني نقسم فيه، جا بزاف بنين، الريحه راهي ما شاء الله. هاوليك غنقسم هاد الحبه. بسم الله. هنزينها بشويه تاع نواه كوكو. انا نحب بزاف نواه كوكو مع الحاجه المعسله. نزيد نزين هاد الحبات. نحي هاد القارص. هايليك سيو هاد الوصفه ماكمش رايحين تندموا، بزاف بنينه ومامتو ما فيهاش مقادير بزاف كيما شفتوا معايا. هايليك تزيين بسيط. وهايليك حنوريكم كيفاش جا. هاوليك خبز البيت تاعي كيفاش جا. هاوليك هشيش، شوفوا بزاف بنين، جربوه ماكمش رايحين تندموا. انا هنا خبز البيت تاعي مازال ما شربليش مليح، قلت لكم نتوما خلوه يزيد يريح واحد 6 سوايع قسما يشرب مليح. وهاي ليك الوصفه معايا جاهزه، ان شاء الله تكون نالت اعجابكم. اذا عجبتكم الوصفه تاع اليوم ديروا لي جيم، وما تنساوش تشاركوا في القناه تاعي وتبارطاجيو لا فيديو مع اصدقائكم. واش راح نقول لكم، في امان الله، والى وصفه جديده من وصفات حلويات ملوكه وصحه فطوركم.